رحيم، هنعمل مع بعض النهارده وصفه تحفه للبطاطس بالكريمه والثوم المحمص. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا حوالي نص لتر ميه متدوب فيهم مرقه فراخ فوريه، وكمان نص معلقه من البيكربوناتو. الكربوناتو عشان يقرمش لي البطاطس، ودي بيبي بطاطس كده صغيره، انا اسمى الواحده 2. هحطها تتسلق من 10 دقايق لحد ربع ساعه، على بال بس كده ما البطاطس تستوي. نجهز بقى بقيه الخطوات. عندي هنا في طاسة فيها 3 معالق كبار زيت. هحط حوالي 6 فصوص توم متقطعين شرايح رفيعة لحد ما لونهم ياخدوا دهبي كده ويبقوا كريسبي. عندي اتحمر، هنشيله من الطاسة. وفي نفس الطاسة قللت بس شوية زيت وحطيت نفس الزيت بتاعه شوية مشروم كده متقطعين شرايح، هحط عليهم رشة فلفل اسود وذرة ملح، يتشوحوا وياخدوا من نكهة الزيت اللي اتحمر فيه الثوم. عايزة اقول لكم الريحة بجد خرافية. هو اتحمش عندي هنا واتحمص بقى طعمه تحفه. هنشيله برده من الطاسه والزيت اللي احنا حمرنا فيه الثوم. هحط بس مكعب زبده وفص مستكه، والبطاطس عندي استوت. هنزل كده احط عليها رشه فلفل اسود وذره بسيطه من الملح، بس اعمل حساب المرقه اللي انا حطيتها اثناء السلق عشان ما تملحش مني، واسيبها بس تتشوح. البطاطس اتشوحت عندي وخدت لون دهبي لذيذ. هنشيلها من الطاسه. زودت قطعه زبده وكمان معلقه زيت من اللي احنا حمصنا فيهم الثوم. هنزل ببصله كده خضره متقطعه شرايح رفيعه، اسيبهم يتشوحوا وريحتهم تطلع. وكمان شويه مشروم متقطعين كده صغيرين مفرومين برضو كده ياخدوا يدوا مع بعض. هحط رشه فلفل اسود وذره ملح صغيره. هنزل عليهم بحوالي ربع كوبايه لبن، وزيهم كريمه لباني. انا قلت لكم على بديل الكريمه اللباني كوبايه لبن عليها معلقه كريم شانتيه خام ومعلقه لبن بودره، ويكون كويس بالمضرب او بالهاند بلندر. هرجع البطاطس اللي احنا سلقناها واديناها تشويحه، وكمان المشروم اللي احنا حمصناه في الزيت. هسيبها تاخد بس غلوه كده بتاع 3-4 دقايق عشان كل حاجه تمتزج عندي مع بعض، وازينها في الاخر بالثوم اللي احنا قطعناه شرايح وحمصناه في الزيت، ورشه بقدونس او كزبره خضراء على الوش. تاكلوا احلى طبق بطاطس في الدنيا. بطاطس النهائي بعد ما حطيت على وشها الثوم اللي حمصناه وكمان زينتها بكزبره خضراء. عايزه اقول لكم بجد تحفه، وتتاكل لوحدها كده من غير اي اصناف جانبيه جنبها. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وسيبوا لي كومنت قولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.